أهلا، ده أول جزء من تعلم ال AI ودي خامس ابيسود من تعلم البايثون. دلوقتي هنتكلم عن الليست ببساطة هي طريقة نخزن بيها أكتر من قيمة في متغير واحد. بدل ما أعمل متغير لكل قيمة أقدر أحط كل القيم ديت في ليست واحدة، بحيث إنها تجمع أكتر من حاجة. وكمان ممكن تجمع لي أرقام أو تجمع لي سترينج النصوص، بالنسبة لي تجمع أكتر من نوع من الداتا تايب بتاعتي في مكان واحد. خلينا نشوف مثال على الليست وشكلها عامل ازاي، وبعديها نشوف ايه الخصائص المميزة بيها الليست عن غيرها او عن الحاجات التانية اللي احنا نبدأ ان احنا نتكلم عنها. الليست عشان هيجي مثلا اكتبها، انا لو جيت في الاول كنت مثلا بعمل اي variable، كنت اقول مثلا الفاريبل دوت فيه فلنفترض ابل. حلو، فابل دي كده بقت variable، انا عايزه اخزن كمان حاجة موجودة تكون فيها، هخزن مثلا بنانا. حلو، فنيجي كده لو جيت وقلت انا كمان عايزه اخزن حاجه تانية نفترض، فدلوقتي كده بقت اكتر من variable موجود جوه نفس الفاليو دي. فانا ازاي ممكن اخزن كل دول؟ مستحيل. لو انا جيت عملت كده هو دوت بالنسبه لي، جيت خدت دي، فهيكون موجود فيها كل الحاجات دي ليها شكل تاني او ليها اسم تاني، بس احنا عايزين اكون عندي الفاريبل ديت اقدر ان انا استخدم دي واقدر ان انا استخدم دي واقدر ان انا استخدم دي. نعمل ايه؟ نعمل ساعتها حاجه كده اسمها قوس الليست. قوس الليست ده هيجي يقول لي ايه؟ يقول لي ان انا دلوقتي بقى عندي اكتر من فاريبل متخزن جوه القيمه ديت او متخزن جوه الصندوق بتاعي دوت. طيب انا ايه الخصائص او الصفات اللي انا ممكن اكون كليست موجوده عندي؟ اول حاجه ان هي بالنسبه لي اقدر ان هي اوردر، يعني اقدر ان انا اقول ان ديت بالترتيب، ان ده الاولاني ده التاني ده التالت. برضو يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي زي ما احنا قلنا ان احنا العد بتاعنا من صفر لحد واحد اتنين تلاتة وهكذا. فلو هاجي اعمل كده هيبقى بالنسبة لي ان هو جاب اول variable من اللي موجودين. طب لو انا عايز تاني variable نفس الفكرة، هروح اعمل كده اهوت في واحد، هيكون جايب لي تاني variable. لو جيت عملت كده اهو هيكون بالنسبة لي جايب لي تالت variable. كمان ينفع ان انا اغير الفاريبلز اللي موجوده جواها. خلاص الابل بالنسبه لي اتغيرت، او الحاجه القيمه اللي موجوده ان هو ايا يكن هي ايه، عايز اشيلها واحط مكانها حاجه تانية. انا ممكن اعمل حاجه زي كده ازاي؟ هاجي اقول له مثلا انا عايز القيمه الاولانيه ديت، القيمه اللي موجوده عندك دي، هات القيمه الاولانيه وسميها باسم تاني. فانا هقول له مثلا انا غير لي القيمة دي وحطها بالقيمة دي. فلو جيت عملت كده وبعديها شغلت دي، يجي يقول لي خلاص ده اتعمل له اوفر رايت للقيمة اللي موجودة هنا اهوت، وبقت ساعتها فيها الحاجات الجديدة اللي موجودين هما التلاتة. طيب هل هي ينفع تقبل مثلا ارقام وتقبل حروف؟ يعني انا ينفع بعد ما اجي هنا اهوت اكتب له ساعتها ارقام اي حاجة انا عايزاها. هاجي اقول له مثلا غيرها هنا، فيبقى بالنسبة لي الفاريبلز اللي موجودة عندي فيها أرقام، فيها حاجة انتجر، فيها فلوت، فيها السترنج بالنسبة لي، فأيا يكن. طيب هل ينفع إن هي يكون فيها قيم متكررة؟ عادي، إن كانت متكررة بإن هي تكون string، أو إن أنا هاجي وأقول أرقام. فهاجي أشغلها هنا، هيكون موجود عندي بالنسبة لي فعلا 2 string، وعادي جدا ما عندهاش مشكلة إن يكون متقبلة بأكتر من رقم. طيب ايه بقى الخصائص التانية اللي انا ممكن اعملها بحيث ان انا اشتغل على الليست برضو؟ ديت كل الفانكشنز اللي انا ممكن اشتغل بيها على الليست. يعني ايه فانكشن؟ يعني حاجة انا اقدر ان انا اديها اوامر، اودي اوامر للليست بحيث انها تشتغل لي او تعمل لي اكشن معين، زيها زي كده هو الفورمات اللي اشتغلنا عليها. فلو جيت وقلت انا على الليست اللي موجودة عندي دي انا هعمل فيها اكشن معين، لا نستخدمهم بالترتيب. اول حاجه احنا عندنا الابند، فازاي انا ممكن استخدم الابند ديت؟ ممكن اعمل بالنسبه لي مثلا النمبرز اللي موجوده عندي جواها ليست واحد اتنين تلاته،
وعايز اضيف قيمة كمان على الليست دي، مش هطلع لسه فوق واقول له ضيف لي 4، ضيف لي 5، ضيف لي 6، لا، انا عايز على طول فانكشن، انا عايز على طول قيمة او عايز حاجة تناديلي على الليستة بتاعتي دي وتديها الاكشن بتاعي اللي انا عايز اديهوله. هعملها ازاي؟ هقول له ساعتها اكتب لي اسم الفاريبل ده وبعديها دوت، يعني انا بالنسبه لي هنادي الفانكشن اللي موجوده عندي واكتب له ابند. ده معناها ان الابند دي هتشتغل على الفاريبل اللي موجود عندي نوت، وزي اي فانكشن هنعمل لها ساعتها الاقواس بتاعتها. هتابند ايه؟ هتضيف ايه من اسمها؟ يبقى انا بالنسبه لي هقول له 4. تعالى نكتب ان هو النمبر لوحدها، فهي هتضيف بالنسبة له الأربعة الجديدة. يعني أنا بالنسبة لي أنا القيمة اللي هكتبها هنا هي اللي هتبدأ إنها تضيف لي. فنفترض إن أنا عايز مثلا extend حاجة معينة، أنا عايز أحط two list موجودين مع بعض، في list موجودة وفي list تانية، وعايز أحط الاتنين يكونوا مع بعض. مثلا إحنا عندنا ديت هيكون بالنسبة لي أول list، وديت هتكون بالنسبة لي تاني list. خلينا نغير الأرقام، لو هيجي أخليهم مثلا، فدول بالنسبة لي تو ليست مختلفين مع بعض. ازاي ممكن اخلي التو ليست اللي موجودين عندي دول يكونوا في نفس الليست واحدة بس؟ هاجي اقول له ضيف لي الليستة الاولى دي مثلا على التانية، او ضيف لي الليستة التانية ديت على الاولى، مش هتفرق. مثلا خلينا نقول ان انا هتخليني الليستة الاولى ديت extend التانية، يعني هقول له extend التانية بالنسبة لي. فانا دلوقتي لو جيت شغلت دي، اللي هيكون حاصل ان هما كل الفاريبلز اللي موجودين عندي بقوا موجودين في الفاريبل ديت. يعني انا لو جيت شغلت دي لوحدها لسه موجود فيها الفاريبلز دول. طب ليه مش موجود فيها الفاريبلز دول؟ علشان انا ضفت دي على دي مش العكس. لو جيت مثلا قلت له انا عايزه انسرت رقم معين تاني، بس انا مش عايزه انسرت القيمه اللي موجوده عندي ديت في اخر حاجه. يعني لما جينا شفنا هنا لقينا ان رقم 4 اتضاف في الاخر، لا، انا عايزه اضيف رقم 4 دوت هنا هو بعد الواحد، لا، انا عايزه اضيف رقم 4 هنا هو بعد الاتنين، عايزه اضيفه في مكان معين. خلينا نشوف النمبر مثلا اللي موجوده عندي ديت هي 1 2 3 4. لو النمبر اللي موجوده عندي دي انا عايزه اضيف رقم 5 بس تكون في مكان معين، هاجي اقول له ان هو انسرت القيمه اللي موجوده عندك. هتنسرت ايه؟ مثلا انسرت الواحد و100. دي بتقول لي ايه؟ لما هاجي اعمل كده هاجي اقول النمبر دي بتقول لي ان انا دلوقتي انت بتعد من الصفر، فده معناه ان انا ديت صفر، وادي دي واحد، وادي دي اتنين تلاتة اربعة وهكذا. فالبوزيشن رقم واحد، القيمة اللي موجودة هتكون في رقم واحد اللي هي هتكون ان هو خليها لي ب100. القيمة مثلا اللي هتكون موجودة في رقم اتنين يعني معناها هيعد صفر، هيعد واحد، هيعد اتنين، هتخليها لي مثلا ب200. فجينا نهوت تشغلها، فبقى نهوت في القيمة رقم 2 بقت فيها 200. مثلا لو احنا عايزين نعمل بوب مثلا، ديت يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي عايزة اشيل رقم 200 ديت، انا عايزة احذف. انا دلوقتي ضفت، عايزة احذف بقى، انا مش عايزة ان انا افضل اضيف، انا عايزة احذف. هحذف الحاجة ازاي؟ هحذف الحاجة بحاجة اسمها بوب. ازاي ديت؟ يعني انا هقول له النمبر، الحاجة اللي انا عايزاها ديت شيل لي مثلا اول قيمة، شيل لي تاني قيمة، شيل لي تالت قيمة. يعني ايه شيل لي تالت قيمة؟ يعني انا مش عارف القيمة دي هي ايه، او انا عارفاها بس انا مش هنادي عليه بالمية، مش هنادي عليه مثلا بالميتين، انا مش هنادي عليه ده، لا، انا هنادي عليه بالاندكس بتاعه، انا هنادي عليه بان هو ده رقمك صفر، بعدين ده رقمك واحد، بعدين ده رقمك اتنين. فشيل لي مثلا القيمة رقم اتنين اللي هي هتكون بالنسبة لك 200. فلو جيت شغلت النمبر بتاعتي تاني فيجي يقول لي ده النمبر دلوقتي اتشال منها ال200. طب انا عايز اشيل القيمة معينة اللي انا عارف ان هي موجودة، دي هيبقى فيها حاجة تانية، ديت بالنسبة لي هيبقى اسمها ريموف. شيل لي الرقم اللي موجود عندي، هقول له مثلا ريموف القيمة اللي موجودة عندي، هقول له مثلا بالنسبة لي ان هو الريموف. فريموف ديت هتيجي تقول لي هتشيلي ايه؟ هقول له انا عايزة اشيل مثلا 100. فخلاص هو كده هيشيل ال100. جيت
شغلتها شالت لي ال100 عادي جدا.